مصر امتى تستضيف عندنا مونوريل كاس العالم؟ مونوريل عندنا العاصمه، وعندنا شفت بتاع المدينه الاولمبيه ادي كده في ملعبين استاد. بص هي احسن حاجه عشان بجد معايا احسن حاجه يعني عشان ابقى امين مع نفسي انه احسن حاجه اتعملت على الاقل في 20 سنه اللي فاتت هي تحسين الطرق طبعا وزياده بدائل النقل طبعا. البدائل يعني انت خلي بالك لما يكون عندك بدائل للتنقل، انت عندك المونوريل القطار الكهربائي، عندك التنقل بالسيارات عادي بالكذا بالكذا بالكذا، ده بيحل مشاكل التنقل والمرور. بالاضافه ذلك تطوير الطرق. امريكا نفسها تاسيس امريكا، لما تيجي تقرا تاريخ امريكا، لما تتفرج على الرود موفيز افلام الطرق الامريكيه اللي هي افلام الطرق، تتفرج على الفيلم وده بيسافر وبيتحرك من ولايه لولايه بالطريق وبالبر والكلام ده، تدلك على حاجه مهمه جدا، انه اول شيء خطط ليه الامريكيين لاقامه بلدهم كانت الطرق. السكه الحديد دي كانت اهم حاجه. أيوة، والطرق ديت هي اللي عليها بتفرق. مليون فيلم دي. السكه الحديد ما ينفعش انه تبقى ربطك بالاقاليم والمحافظات والمديريات والولايات وغيره وغيره في بلاد فيها مشاكل. لابد ان يكون عندك بدائل طرق وبدائل نقل مختلفه عشان مبقاش انت مرتبط بحاجه واحده. واخد بالك ازاي؟ فشرايين الطرق ديت هي واحده من اهم اساسيات تطوير اي بلد في العالم. امريكا عملت كده، مصر بتعمل كده، بنعمل الحاجات ديت لانه ده مهم جدا جدا. انا بتكلم على لما حصل، احنا لما كان في الكلام على قصه المونديال ومحاولتنا الاساسيه، لما حاولنا ان احنا ناخد حق استضافة كاس العالم، احنا واحدة من المشكلات اللي واجهتنا انه كان ساعتها البنية التحتية هي المشكلة. هل قادرة البنية التحتية على استضافة كل هؤلاء وتوفير سواء الملاعب، الفنادق، أماكن الإقامة، سهولة وانسيابية التنقل؟ هي دي التحدي. لما تيجي تدرس الأمور تجد انه ساعتها ليه جنوب أفريقيا خدت؟ لأنه جنوب أفريقيا مش عشان حاجة كانت موفرة إنه وسائل التنقل والحركة وانسيابة الطرق، ده في اللي احنا كان عليها القصة الشهيرة بتاعت الصراع المونديال كان بيننا وبين المغرب وجنوب أفريقيا، ما وفقناش بسبب إنه ما كانش موجود. أعتقد إن احنا لو خططنا لفترة جاية إنه نوفر كل هذه الأمور، دلوقتي يمكن عندنا تحدي الملاعب هو اللي ممكن تحدي اللي لازم نشتغل عليه، لأنه كل الملاعب لازم يكون لها مقاييس معينة لاستضافة البطولات. إنما نرجع لكأس العالم، أنا أعتقد أنه كأس العالم تاريخ مكتوب بالعرق والدم والصراعات لدرجة غير معقولة. يعني لما اتعمل كأس العالم الثانية في فرنسا كان بداية صعود، يعني 1934 بداية صعود الفاشية في إيطاليا، وموسوليني عمل رسالة من غير ولا كلمة للاعبي المنتخب الإيطالي. 3 كلمات ولا لا؟ هو اللوب، لا لوب، انتوا يا اما النصر والا، وشاور بايده على رقبته، ذبح يا النصر يا الموت. ده ماتش كوره. بس اكيد اتحمسوا. اكيد هم اتحمسوا، اكيد بدليل انه خدوا الكاس طبعا. بتنفع يعني ما فيهاش هزار يعني. انت مضطر للتحمس لسه اشجعك وبتاع. لو عمل اللي حصل، في ناس كتير ما يعرفوش انه التاريخ بتاع كاس العالم ده بتاع 34، عشان نعرف برضو التاريخ ما خلف القصة، انه الاوريول او الاوريون دي اللي هم الناس لعبوا مع فريق الارجنتين اللي احنا فاكرينه في كاس العالم الاولى، لعبوا البطولة اللي جاية بزي المنتخب الايطالي، احسن لاعبين. الله. قدر يجيبهم وقدر يديهم الجنسية وبقوا يلعبوا مع منتخب ايطاليا. ودي تكررت على فكرة في كاس العالم عدة مرات في تواريخ مختلفة. فكرة ضم لاعبي فرق لنا ارتباط أو دول لنا ارتباط بها، أو دول إحنا قادرين إن إحنا نستورد لاعبين منها، دي حصلت. بس ده غير التجنيس. غير التجنيس، كان بيجيبهم ويلعب كذا، يلعب في كاس العالم باسم فريق تاني وبلد تاني. كتير من الأوريون دي والأوريول بيسموهم كده بتوع الأرجنتين، جابوهم لعبوا مع إيطاليا في كأس العالم بعد كده. يعني هي المجموعة دي هم سموهم الأوريول؟ هم بيسموهم كده من القومية دي، ولا دي حاجة زي مثلا مغتربين، زي ما بيقولوا اللاتين، زي ما بيقولوا كده بيسموه الأوريول أو الأوريون دي. دولت هم اللي بيجوا من دول أمريكا الجنوبية زي أرجنتين وغيرها، فأخدوهم شيلة معلم مجموعة لاعبين
تعالى العبوا معانا في ايطاليا، ولعبوا مع ايطاليا وكانوا سبب في فوز ايطاليا. اوكي. لعيبه ممتازين على فكره. لما هتلر بعد كده قبل ما يعني لما جم يلعبوا فريق النمسا كان متطور جدا في مرحله من المراحل. طبعا هو ابتلع النمسا، ابتلعها في يوم كده، ابتلعها يعني بالفاكس كده زي ما بقول، خدها في يوم ابتلعها. فجأة ظهر لاعبين كتير انضموا لمنتخب ألمانيا ولعبوا في ألمانيا. دي بتحصل كتير في تاريخنا بالذات القديم. بس دي حصلت كده اكيد، ما كانش ده السبب يعني. صح طبعا. ففكرة الضم سواء بالإجبار بقى بالإكراه بالترهيب زي ما يعجبك، بس بيحصل. فالإسبان والأرجنتينيين والإيطاليين والكلام ده موجودة. هتقول لي بالطريقة الحديثة حتى الفرنسيين لما فازوا بكأس العالم 98 وتصور معهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك، علق واحد من أشهر الكتاب الفرنسيين يعني بشكل ساخر ومرير، قال من الجميل أو من الجيد أن أجد وسط اللاعبين شخصا أبيض. ليه؟ لأنه كان الفريق كان كله كانوا في ديسايي ومش عارف كده، وحتى تريزيجيه ديفيد تريزيجيه اللي هو بيتسمى محمود حسن تريزيجيه عندنا، ده فرنسي من أصل أرجنتيني بالمناسبة، وزيدان وغيره. يعني فأنت بتلاقي لاعبين كثيرين. ودلوقتي أنت منتخب ألمانيا اللي أنت بتقول منتخب ألمانيا، أونداف ده اللي هو سجل 3 أهداف في البطولة ديت، ده كردي على سبيل المثال. هتلاقي في يمين جمال كمان ولامين جمال او يمال لامين جمال الاسباني ده اصلا مغربي الاصل وهكذا. انت هتلاقي جنسيات كثيره تم طحنها. يعني المنتخب الانجليزي هو ده المنتخب الانجليزي بتاع زمان؟ هل هو بتاع زي 66؟ انت دلوقتي تنوع الاثنيات والعرقيات والبشره وغيره دليل الدمج والاندماج الاجتماعي، واحيانا الضم. زي يوزيبيو اللي كان لاعب من موزمبيق، لعب باسم منتخب البرتغال وكان وحش فهد، كان بيسموه الفهد. ده كان في كل مباراة بيسجل أهداف. وهكذا في لاعبين كثيرين انضموا من إفريقيا ومن دول أمريكا الجنوبية لأوروبا وأمريكا بعد كده، ولعبوا تحت اسم هذا البلد. منتخب أمريكا دلوقتي متفرج عليه، ومنتخب أمريكا ومنتخب كندا وهكذا. هتلاقي من جنسيات ومن عرقيات مختلفة جدا انضموا ليها وبدأوا يلعبوا في هذا. عشان كده حصلت مفارقات في كأس العالم كتيرة جدا. كان منتخب غانا كان بيلعب لاعب فيهم، وفي نفس الوقت اللاعب أخوه التاني بيلعب في منتخب ألمانيا. أخوه ابنه أخوه يعني بيلعب في منتخب ألمانيا. الاثنين إخوات. ففكرة الصراع والضم والدمج سواء بالإجبار بالإكراه بالتجنيس بالكذا، ده ورد كثيرا في التاريخ. ده مش حادثة جديدة الناس فاكرينه دلوقتي بقت في بس الوسيله اختلفت يعني، ودلوقتي فلوس، زمان كان قهر. ايوه بالظبط كده يعني. فاختلاف الوسيله لا يمنع انه ده ما حصلش. هو احنا يا دكتور معلش، انا عايز بس اخدنا شويه سنه في مصر. ايوه، هو احنا في مصر اول كاس عالم دخلناه كان سنه كان 34. اول كاس عالم 1934 هو ثاني كاس عالم في حسب الترتيب الزمني، وشاركنا فيه. وكان عندنا مجموعة لعيبة، وكان بالمناسبة منهم محمد لطيف المعلق الكروي الشهير كان موجود. إنما إحنا لعبنا مباراة عظيمة أمام منتخب كان برضو في أوروبا ساعتها، كان المنتخب الذهبي في أوروبا من ناحية المهارات، منتخب المجر بالمناسبة، وكسبنا 4-2. هو كسبنا، المجر كسبت مصر 4-2، وعبد الرحمن فوزي مش مجدي عبد الغني هو اللي سجل أول هدفين في تاريخ مصر الكروي في كأس العالم بجد. بس للأسف كان مات الراجل وما كانش محظوظ انه يعني يفضل يصيط نفسه بالقصة دي. انت هزيت لي حتة كبيرة قوي. انا طول عمري فاكر ده اول جون. لا، هدفين من كده كابتن ماجد من لعب يعني، مش هدفين، مش من ركلة جزاء كمان. كمان ملعوبه وكده. الحلقه دي خلصت بالنسبه لي. اول مره تسمع الحوار ده. اول مره اعرف. في اعلانات بملايين الجنيهات على يا نهار ابيض. ما هي اعاده كتابه التاريخ بتؤدي لمشاكل كتيره جدا، واحيانا البعض يصنع التاريخ يعني بطريقه استثمار اللحظه. انا مش ضد ولا مع انه حد يستثمر اللحظه او يستثمرها لاي اسباب دعائيه او تجاريه، حقه يعني. انما التاريخ هو التاريخ.